انا وانا ماشي في العراق لقيت جثه. لو حكيت القصة دي لأي واحد عاقل بنفس رياكشن عباس ده وكملتها بإن الجثة دي هتتسبب في ضياع 20 سنة من عمرك في السجن، يا ترى رد فعل الشخص اللي بتحكي له هيكون إيه؟ أقول لك أنا، يا إما هيشوفك مجنون ومختل، يا هيشوفك شخص مغفل وساذج لأبعد الحدود. لكن هنا بنلاقي عباس بكل سلام نفسي وتصالح مع الذات، أول ما بيذكر القصة دي بتلاقيه مبتسم وبيضحك ولا كأنه كان مسجون في الفور سيزون. فهل عباس كان شخص ساذج للدرجة اللي تخليه يوقع نفسه في مشاكل كبيرة منهم مشكلة ضيعت من عمره 20 سنة ظلم، ولا كان إنسان طيب ومتصالح للدرجة اللي تخليه كل ما يجي يحكي مشاكله أو همومه يقابلها بالسخرية والفكاهة؟ وهل عباس كان فعلا شخص عنده مبادئ وأيديولوجية خاصة، ولا كان مثالي زيادة عن اللزوم وكان ممكن بحكم تغير الظروف يقدم بعض التنازلات؟ وإزاي التاريخ كما يجب أن يكون كان هو عباس نفسه؟ أيوة زي ما سمعت، عباس كان صفحة من صفحات التاريخ. عباس الأبيض في اليوم الأسود. عباس الدميري مدرس التاريخ اللي ما بيحبش يزيف الحقائق وبيحكي التاريخ زي ما هو، وبيكون التمن إن كلامه مش بيعجب المسؤولين في مصر فبيسافر العراق، وهناك برضه بيرفض تزييف التاريخ فبيتعرض للمساءلة وبيتحكم عليه بالإعدام. ولما بيهرب من البوليس بيلاقي جثة لواحد اسمه لطفي الجنايني فبيبدل معاه الباسبور وبيغير شخصيته، بس بيكتشف إن لطفي الجنايني كان عليه حكم مؤبد. ولما العراق بتتعرض للغزو الأمريكي عباس بيهرب من السجن وبيرجع على مصر فبيلاقي اللي بيستقبلوه هم أسرة لطفي الجنايني، ومن هنا بتبدأ الأحداث. عشان نقدر نحلل شخصية عباس لازم نقف عند شوية محطات في حياته، ومن خلالها هنقدر نقيم هل عباس كان إنسان عادي ولا كان شخص مؤثر في اللي حواليه، هل كان طيب ولا ساذج، صاحب اتيتيود معين ولا أفكاره كانت رجعية وقديمة وعفى عليها الزمن. عباس هو شخص بيحب التاريخ لدرجة إن بداية معرفتنا بيه وتقديمه في الأحداث كانت عبارة عن تاريخ. واحد هيقول لي وضح كلامك يا صاحبي وبلاش فزلكة، هقول له ماشي يا عم. عباس لما رجع مصر أصبح تاريخ لعيلتين، بالنسبة لعيلته الحقيقية اللي رفضته فهو أصبح بالنسبة لهم تاريخ عدى، اما بالنسبه لعيلته الجديده عيله الجنايني اصبح تاريخ بيبدا. وهنا نقدر نقول ان عباس هو شخص من قلب التاريخ وامتداد ليه، وهقول لك ليه. كل اصحاب الفكره على مر العصور كانت حياتهم عباره عن تواريخ معينه، تواريخ ميلادهم، تواريخ اول كتاباتهم، تواريخ مناقشاتهم وجدالاتهم، حتى تواريخ سجنهم. اما اكتر حاجه مشتركه بينهم وبين عباس هي البرنسبل، المبدا. عشان كده الفنان مدحت صالح في تتر النهايه بيقول لك واخينا في قلبه مبادئه ماشي طريق بدأه، لو حس النار تلسعه ببرود يقول لها هف. والجمله الاخيره دي بتاخدنا لنقطه تانية، معظم اصحاب الفكره او المبدا ما بيفرقش معاهم قوي الدنيويات، يعني عادي ممكن تلاقيه عايش طول حياته فقير، لا بيفرق معاه فلوس ولا وجاهه ولا بعد اجتماعي، ما بيفرقش معاه لا شكله ولا مظهره ولا اي حاجه جسديه. عشان كده هتلاقي عباس طول الاحداث شخص بسيط، هما طقمين ثلاثه بيغير فيهم طول الاحداث، نفس الكوتشي، نفس الشنطه، نفس التسريحه، يشتغل سريح على سور الازبكيه عادي، ده المفروض راجل صاحب ملايين، مش مهم، اهم حاجه هو كده مرتاح وراضي. وده اللي جنن مرسي في المشهد الشهير اللي ما بينهم لما عباس كان بيشرح له خطوره الفلوس واضرار السكر والملح، كلام كان كبير على عقل مرسي اللي طبعا بالنسبه له كان كلام جنان، انما عباس كان هو ده منهجه. وبالمناسبه ناس كتير كانت مطلعه عباس مثالي زياده عن اللزوم في المشهد ده، لكن في الحقيقه ده مشهد واقعي جدا بالنسبه لتركيبه وايديولوجيه شخص زي عباس، اللي اصلا رفض الفلوس الكتير اللي مرسي راح سرقها له من فيلة مراته وعياله لسبب بسيط جدا، لان الفلوس جات له بطريقه غلط. وكمان رفض نفس الفلوس لما ناهد مراته الاولانيه وام عياله جابتها له عشان تشتري بعده عنهم، مع انها في الحالتين هي اصلا فلوسه. لكن هو ده عباس، مبادئه واتيتيوده هم اللي بيحركوه، هو قرر يكون امتداد للتاريخ وجزء منه. عشان كده هتحسه هو نازل من العباره وراجع مصر تاني شخصيه تاريخيه نازله تسطر تاريخ جديد في زمن مختلف. طولنا قوي في النقطه دي، تعال نخش على اللي بعدها. هو عباس كان شخص ساذج ولا كان طيب زيادة عن اللزوم؟ علشان نجاوب على السؤال ده تعال نشوف مجموعة لقطات لرحلة عباس من وقت سفره للعراق لحد ما عيلته اعترفت بيه واتجوز مهجة. عباس كانت حياته عادية جدا وهادية، مدرس تاريخ متجوز وعنده ولد وبنت، لكن مشكلته انه ما بيحبش يجمل الحاجة، ما بيحبش حاجة تفرض عليه، وفي نفس الوقت كان مغامر اللي يخليك تاخد باسبور واحد ميت وانت مش عارف اصلا ايه اللي ورا الشخص ده، ممكن كتير يشوفها سذاجة، انما الخطر اللي عباس كان فيه دفعه لمغامرة غير محسوبة. مع اني اعتقد ان 90% مننا لو اتعرض لنفس الموقف عمره ما كان هيبدل الباسبور. اللقطة التانية لما رفض يعترف لولاد لطفي الجنايني انه مش ابوهم وعرفهم ده متأخر، مع انه كان ممكن عادي من اول ما استقبلوه يقول لهم الحقيقة. لكن اللقطة دي بتكشف عن جانب تاني في شخصية عباس وهي الطيبة والأصالة. عباس مرضيش يكسر فرحتهم ولا يكذب امهم قدامهم لانها كانت هتبقى كبيرة جدا. كمان اقحام نفسه في مشاكل أسرة لطفي الجنايني، ممكن كتير يشوفها سذاجة انك تدخل نفسك في مشاكل مش بتاعتك ولا تخصك،
وياريتها كانت مشاكل عادية، دي مشاكل تودي السجن. وقد كان واحد زي لطفي الجناني الحقيقي كان مدسوس مؤبد في العراق، أكيد في مصر ما كانش بيبيع سبح يعني. اندماجه في أسرة الجناني وصل لأقصاه لما راح مع محمود يقدم كفنه في رحلة محفوفة بالمخاطر، بعد ما أصلا أهل القتيل كانوا هياخدوا بطارهم منه قبل ما يعرفوا حقيقته. كل المعضلات دي اللي عباس اتحط فيها كانت بتجمعهم حاجة واحدة، وهي الثبات على الموقف، زي ما مدحت صالح برضو قالك في التتر: وهو جامد قوي وغريبة عمره ما نخ. التتر في المسلسل ده كان عظمة، وكان حقيقي بيلخص لك حالة البطل. الخلاصة ان عباس ما كانش ساذج ابدا، بالعكس عباس كان شخص ذكي جدا، وكان بيستمد ذكائه من التاريخ اللي هو حافظه كويس. عباس كان صاحب جدع، ما عندوش اي مانع ابدا انه يورط نفسه في مشاكل اكبر منه في سبيل انه ينقذ حد بيحبه. بص كده على المشهد ده لما عائلة مهران الدكش جت تاخد بطارها من لطفي الجنايني، هنا عباس بيصرخ في محمود ولبنى ويقول لهم انا ابوكم، عشان عارف انهم لو عرفوا انه مش لطفي الجنايني فهياخدوا بطارهم من ابنه محمود. وده اللي حصل فعلا قبل ما محمود يقدم لهم كفنه، وده يبين لك مقدار التضحية اللي عنده. كمان كانت عنده حتة الأصالة وعزة النفس عالية جدا، وده بيبان في مواقف كتير، منهم لما ناهد جابت له الفلوس زي ما قلنا من شوية، أو لما كان رافض إن عم درويش يكتب له ثروته، وكمان لما رفض يبيع اسمه اللي على الكتاب. هنا كتير ممكن يشوف عباس مثالي أوفر، لكن في الواقع هو كان مترفع، أو بالبلدي شخص شبعان. الفلوس والثروة هم آخر حاجة بيفكر فيها. الخلاصة إن عباس ما كانش ساذج، إنما شخصيته كان فيها بعد إنساني عميق جدا. تقدر تقول إن فطرته السوية هي اللي كانت بتحركه، كان بيستمد قوته طاقته الحقيقية من قلب التاريخ، وده لأنه كان عايز يصنع التاريخ الخاص بيه. وهنا نروح لسؤال تاني: ليه عباس لما كان بيجي يحكي عن مشاكله وهمومه كان بيضحك وكأنه بيسخر من نفسه أو من قدره؟ وهنا أقول لك إن معظم الفلاسفة أو أصحاب الفكر كانوا بيتبنوا المدرسة الساخرة علشان يقدروا يقللوا من حدة الألم أو المواقف الصعبة اللي بتقابلهم. تعال نقارن بين حالتين: لو أنت مثلا اتعرضت لمشكلة معينة واستقبلتها بعصبية وضغط وستريس، يا ترى هتكون إيه النتيجة؟ طبعا النقيض تماما لو استقبلت نفس المشكلة بالمرح والفكاهة بدون ما تضغط على نفسك ولا أعصابك، هيحصل إيه؟ أنا هقولك. في كلتا الحالتين المشكلة موجودة ولسه ما اتحلتش، فأنت لما تاخدها على أعصابك ونفسيتك أنت اللي هتتعب مش حد تاني. ودي المدرسة اللي عباس كان بينتمي ليها. عباس كان منطقي جدا وعملي في حل مشاكله، ما كانش من النوع اللي بيستسلم ويحط إيديه على خده، لا هو كان بيستقبل المشكلة بكل هدوء وبيبدأ يفكر ويحط لها حلول. وزي ما برضه مدحت صالح بيقول في التتر: أيام تغم النفس وإزاي صابر عليها وبيسايسها عبس. عشان كده عباس كان بيواجه الألم بالفكاهة، اللي احنا بنقولها بالمعنى الدارج إنه بيضحك على حاله، وده من أقوى أنواع الدفاع النفسي المحكم. وده اللي ساعد عباس انه يعدي كل الضربات اللي تعرض لها في حياته ويخرج منها وضحكته على وشه. واحد بقى هيجي يقول لي: طب يعني ايه التاريخ كما يجب ان يكون؟ اقول له: سؤال حلو، هو صعباني شويه بس ماشي. عباس استغل فتره وجوده في السجن والف كتابه التاريخ كما يجب ان يكون. كل خط عباس خطه في الكتاب كانت صفحه في تاريخ عباس نفسه. عباس ما حبش انه يكون قارئ او دارس او مدرس فقط للتاريخ، انما قرر يبقى جزء منه. عباس كان شايف انه من خلال التاريخ هيقدر يستكشف المستقبل، عشان كده كان دايما في اي موقف صعب يتعرض له كان بيحكي قصه او بيقتبس قول مأثور من التاريخ. عباس كان فاهم كويس ان التاريخ في كل حقبه بيعيد نفسه مع اختلاف الازمنه والاماكن والاشخاص، عشان كده ما كانش بيتفاجئ باي مواقف صعبه بتحصل معاه، لان ببساطه كل المواقف دي عدت عليه في التاريخ. لكن عباس كان عنده مشكله، انه كان لسه محبوس في التاريخ، ما كانش واخد باله ان في 20 سنه مرت، وهنا التاريخ قرر انه يشكل عباس من جديد. عباس كان راجع من السفر وهو كله امل، كان فاكر ان مراته واولاده اللي كبروا هياخدوه بالاحضان وهيرجع بيته ويتمتع بثروته، لكن لما رجع لقي الوضع مغاير تماما. فجأة لقى نفسه قاعد في بيت مش بيته، مع ست مش مراته وعيال مش عياله، وهو نفسه مش هو وعايش بشخصية واحد تاني، وعيلته الحقيقية أصلا رفضته واتنصلت منه. حتى الشوارع والناس والبلد كلهم اتغيروا في نظره. عباس لحد اللحظة دي كان عنده قناعات كتير كان رافض يتنازل عنها، عشان كده السيناريو بحرفنة حط له عقبات ومعضلات وعقد كتير في السكة، والهدف كان إن عباس يخرج منها إنسان جديد، إنسان بيصنع حاضره وتاريخه بنفسه. وده الدرس اللي التاريخ علمه لعباس. الخلاصة أن شخصية عباس كانت شخصية عظيمة جدا ومليانة أبعاد نفسية وإنسانية كتير، شخصية نادر جدا إنك تلاقي زيها دلوقتي. صعب إنك تلاقي شخص صاحب مبدأ وعنده عزة نفس وصديق وفي ومستعد يعرض حياته للخطر في سبيل حبايبه. عباس كان شخص صاحب قضية فضل طول رحلته يحارب عشانها، وهي إنه كان بيدور على عباس في قلب التاريخ لحد ما التاريخ انتشله وعمل منه عباس جديد. لو هنتكلم عن المسلسل بشكل عام فهو بالنسبة لي من أقوى 3 مسلسلات في تاريخ العظيم يحيى الفخراني. قصة المسلسل حلوة جدا ومشوقة ومليانة بالأحداث، يمكن يعيبها فقط اعتمادها على الصدف في أجزاء كتير، وده دراميا بيضعف من جودتها شوية.
شوية، إنما في المجمل الحبكة كانت متماسكة وحققت المطلوب. كمان المسلسل قدر يسلط الضوء على التغيرات اللي كانت حاصلة في المجتمع العربي وبعض القضايا الحساسة في الوقت ده، زي مثلا قطع صلة الرحم، البطالة، الطار، إهمال الناس للقراية والثقافة، الجواز العرفي، تزوير التاريخ في أعمال فنية. كل دي قضايا المسلسل سلط الضوء عليها. الخلاصة المسلسل ده كان حالة ومن أكتر الأعمال اللي عايشة معانا فعلا. شخصية عباس تبان بسيطة لكنها حقيقي هي فعلا جزء من التاريخ. وبس يا سيدي، دي كل الحكاية. لو الفيديو عجبك ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والحاجات دي، وتنزل تكتب رأيك في الحلقة وترشح لي أفكار نعملها الفترة الجاية، وتخش تاخد لك لفة كده في القناة. جرب يا أخي، أنت خسران حاجة. أشوفك على خير يا صاحبي، سلام.